مطعم يقدم أطباقا غريبة في دبي. لن تصدق كيف يقدمون السمك. نسمع عن بعض الأشياء التي قد تكون مطلية بالذهب، فهناك مثلا تليفونات محمولة يتم إطلاؤها بالذهب، أو السيارات يتم إطلاؤها بالذهب خصيصا، أو بعض الصور التي يتم تعليقها يتم إطلاؤها بالذهب لتزيد من قيمتها ويجعله شيئا فريدا من نوعه. سعى هذا المطعم للشهرة بتقديم غرائب وعجائب مضحكة، ولكن أن يتم تحويل هذا الإثراء في الشكل إلى مذاق فهذا هو الأغرب. فهذا المطعم يقوم بتقديم بعض الأطباق الثمينة في السعر وفي القيمة الغذائية أيضا. ففي الفترة الأخيرة قام هذا المطعم بتقديم طبق أسماك مطلي بالذهب. هذا المطعم الغريب يقوم بوضع الذهب على بعض أنواع الأطعمة، ولكن يعتمد في المضمون الأول على الديكور في تقديم هذا الطعام. فهذا المطعم مدخله والطاولات الخاصة به يشع لونها باللون الذهبي. ففكرة المطعم في تصميمه يعتمد على إيقاظ حواس الإنسان الخمسة، بالإضافة أن أثاث المطعم يحمل علامة تجارية فخمة مثل فيرساتشي وأيضا بنتلي. يقدم هذا المطعم الأطباق مغطاة بأوراق ذهب من عيار 23 قيراط لتغطية سمكة سيباس، وهذا الطبق يكون حجزه بأمر مسبق، وهذا يعتبر من أفخم الأطباق التي يتم تقديمها في قائمة الأصناف. ويقدر هذا الطبق بمبلغ يصل إلى 845 درهما. وصرح رئيس الطهاة في هذا المطعم واسمه كمال جيلان بأن هذا الطبق الفريد من نوعه يتم إعداده بوضع السمكة لتستريح ما يعادل 12 ساعة قبل الطهي حتى تسترخي عضلات السمكة، ويتم حشوها بالبصل الأخضر والثوم والليمون والزنجبيل أيضا، ويتم تغطية القشرة الخارجية للسمكة بأوراق الذهب. طبيعة شعب الإمارات عشاق كل جديد. وأضاف الشيف كمال جيلان بأن معظم الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة يحبون الذهب بشغف، فالمواطنون الإماراتيون والسائحون أيضا حتى المغتربون يحبون الذهب بشغف. فنحن خلقنا حالة جديدة للانجذاب إلى هذا المطعم لأنه مطلي بالذهب. بالرغم من أن الذهب ليس له مذاق، لكن هناك إقبال كثيف على هذا الطلب بالرغم من ثمنه الباهظ.